لو حاسس ان اهتمامه بيك بدأ يقل ومبقاش عنده حب والشغف اللي كانوا موجودين في الاول، والموضوع ده مخليك اوفر ثينكينج ومأثر على نفسيتك جدا، فخليني اقولك على تركاية نفسية لو عملتها هتختصر على نفسك تعب كتير جدا. الموضوع مش بس بيعتمد على الاسلوب والطريقة اللي الشخص اللي قدامك بيعاملك بيها، الموضوع في الاساس معتمد على النظرة السلبية الذاتية. يعني انت لو مثلا خايف ان الشخص ده يبعد ويسيبك، فده معناه ان انت حاسس انك مش كافي، فده معناه ان انت عندك نظرة سلبية ذاتية تجاه نفسك. وللأسف عقلك الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال، يعني الطريقة اللي انت بتعامل بيها نفسك دي هيبدأ يعتمدها كجزء اساسي من شخصيتك. فهتلاحظ ظهور بعض التصرفات والسلوكيات اللي بتبان ان هي بايخة وسخيفة جدا منك. يعني تسأل نفسك انا ليه لما باجي اقف قدامه ببان ان انا تافهة او سخيفة؟ وده علشان عقلك الباطن اخد النظرة السلبية الذاتية تجاه نفسك وخلاها لك واقع انت بتعيشه. وغير كده الطرف اللي قدامك عنده القدرة على استشعار طاقتك، يعني هيحس انك شايف نفسك انك ممل فهو كمان يمل، فطريقته تتغير معاك ويقل اهتمامه، فالموضوع يأثر في نفسيتك جدا، فتزيد النظرة السلبية الذاتية اكتر، فتبان سخيف اكتر ويستشعر طاقتك اكتر فيبعد اكتر والى ما لا نهاية. علشان كده هات ورقة وقلم وكوباية شاي حلوة كده وابدأ صفحة جديدة مع نفسك مهما كانت العلاقة وصلت لحد فين، وابدأ اكتب كل نقاط القوة اللي انت شايف ان هي في شخصيتك واللي هي بتعجب الطرف التاني فيك، زي مثلا ذكائك، قدرتك على التعامل مع المشاكل، قدرتك على التعامل مع الناس، خيالك، شخصيتك عموما، وابدأ اشتغل عليها وطورها ونميها. وكمان اكتب قائمة بالتصرفات والسلوكيات السلبية اللي انت عايز تغيرها في شخصيتك، زي الكسل واللامبالاة والعصبية وسوء الظن، وابدأ اشتغل عليها وغيرها وحولها لسلوكيات إيجابية أكتر. بس يكون هدفك الرئيسي في المقام الأول هو إنك تطور من نفسك وتكون أحسن من نفسك امبارح. يأتي في المقام التاني بعدها إن ده يثير إعجاب الشخص اللي قدامك، فيبدأ اهتمامه بيك يزيد ويستشعر إنك قوي وبتتغير، فيحس إن هو خايف إن هو يفتقدك. الموضوع متعلق على الطريقة اللي أنت شايف بيها نفسك، اللي أنت شايف بيه نفسك هو اللي هيحصل. لو عايزين نتكلم عن السلسلة دي فيديوهات تانية ما تنسوش تتابعوني هنا. بحبكم في الله.